اللحمة المفرومة من الحاجات اللي احنا بنستخدمها كتير جدا في اكلاتنا، فعلشان تعملي الاكلة لازم تطلعيها من بالليل وتحطيها على رف التلاجة من تحت، علشان ايه تكون تاني يوم الصبح جاهزة لانك ايه تطبخي بيها او تحضريها للوصفة. في اوقات كتير بكون مش جاهزة وما بكون لسه مفكرتش انا هعمل ايه اكل ايه، ولما بقوم الصبح مثلا بفكر في 5 دقايق ان انا هعمل اكلة معينة، فتكون من مكوناتها ايه اللحمة المفرومة. فاللحمة المفرومة عندي في الفريزر متجمدة، وللأسف بتكون عندي على شكل كومة او كورة كده، فايه بتاخد وقت كتير، فبتضطري ان انتي تشتري لحمة مفرومة جاهزة علشان تعملي الاكلة، مش هتستني طول اليوم طبعا. فالفكرة دي بقى ايه، ازاي تجمدي بيها اللحمة المفرومة وتكون وقت ما تحبي تطلعيها تكون جاهزة عندك، يا دوب 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير، ممكن تكون فكة عندك او ممكن تكسريها كده وتحطيها على طول. هتجيبي كمية اللحمة المفرومة اللي انت عايزة تفرزيها او تجمديها في الفريزر، وتروحي مقسماها حسب الاكلات بتاعتك، تحطي بقى في الاكياس زي ما انت شايفه بالشكل ده، وهبططها كده بحيث انها ايه الكيس يعني عباره عن سمكه ايه ممكن يكون سنتي معايا، وحاملها بالشكل ده. انا جبت كيلو من اللحمه قسمته على 4 اكياس، يعني كل كيس بيبقى فيه ربع كيلو لحمه تقريبا، اه مش تقريبا هو حقيقي يعني. هنا بقى لما اكون مثلا ايه تكوني عايزه تعملي اي اكله حسب الوصفه ما هي معاكي هتاخدي الكميه، هتاخدي كيس او هتاخدي كيسين زي ما انت معاكي. هنا بقى هتكون بالطريقه دي هتبقى سهله جدا معاكي ان انت تطلعيها في اي وقت وتطلعيها وتكون جاهزة معاكي تفك في 5 دقايق. لو عجبتك الفكرة وعجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والمتابعة للقناة بتاعتي هند سليم.